اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهارده أنا هاعمل وصفة صغننة أوي وبسيطة جدًا، جدًا. أنا بس حبيت أشاركها معاكم مش أكتر، إن أنا حبيت النهارده أعمل لكم الفاصوليا بطريقتي، اللي هي الفاصوليا من غير لا لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة. طريقة حلوة جدًا وبسيطة أوي وسهلة ومش صعبة جدًا خالص. أول حاجة أنا حطيت شوية زيت وحطيت قطعة زبدة، أهم حاجة إن أنا حطيت الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش. طبعًا اللي عمل في الحلة كده مُرتة الزبدة، لإن البصل الأبيض بياخد وقت كبير جدًا عَبَل ما بيحمر غير البصل الأحمر، تمام. وهاحط كمان معاها فصين من التوم علشان يحمروا معاهم، هتبقى حلوة أوي، أوي، وطعمها جميل جدًا، جدًا، جدًا. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وحطيت الطماطم، هتاخد كام غلوة كده، مش هاسبّكها أوي، بس هتاخد كام غلوة كده وأحط عليها إن شاء الله الفاصوليا بتاعتنا. حطيت مكعب مرقة، حطيت شوية فلفل أسمر، حطيت شوية بهارات اللي هي 7 بهارات، حطيت كمان الملح بتاعنا. اضبطي ملحِك بطريقتِك، بالطريقة اللي أنتِ بتحبيه فيها، بس كده. وكمان هاسيبها إن هي تاخد لها غلوتين 3، أنا مش هاسبّكها أوي، 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 تمام، لكن هادّي لها يعني كام غلوة كده بسيطة، تمام. ادي الفاصوليا الخضرا بتاعتنا الجميلة، وادي الطماطم بتاعتنا او الصلصة بتاعتنا اتسبكت شوية، وهحط عليها الفاصوليا، تمام. هزودها بس شوية من المية علشان ما تبقاش عبال ما تستوي ما تنشفش قوي. عندك شوربة حابة تحطي شوربة، تمام، براحتك، تمام. هتبقى جميلة جدًا، 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 وبألف هنا وشفا. لو جربتوا الوصفة بتاعتي هتعجبكم بإذن الله. كده أنا خلاص هاغطي عليها، وكده خلاص الفاصوليا بتاعتي تعتبر إن هي استوت. كده خلاص استوت ودخلت في السوا، تمام. أحلى شوية فاصوليا خضرا هتاكليها مع شوية رز، وحلوة أوي، 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 أوي. أتمنى إن انتم تجربوها بإذن الله، وأقول لكم مع السلامة.